عارف يا صاحبي، ساعات بتبص حواليك وتحس إن كل الناس ماشية بسرعة. الكل بيتقدم، بيحقق حاجات، بيتغير، إلا أنت. الوقت بيجري والأيام شبه بعض. تصحى نفس الروتين، نفس التعب، نفس الزهق. وتبدأ تسأل نفسك السؤال اللي بيوجع أكتر من أي وجع: هو أنا ليه مش قادر أكمل؟ اللي محدش بيقولهولك إن المشكلة مش فيك، المشكلة اسمها الملل. الملل ده يا سيدي مش مجرد شعور، ده مرض بيمشي في الدم بهدوء لحد ما يخليك تفقد طعم الحياة. تبدأ تفقد شغفك، تفقد الحماس اللي كان بيخليك تصحى متحمس. اللي كنت زمان بتعمله بحب بقيت النهاردة تعمله غصب. بس خليني أقولك حاجة مهمة جدا: الملل مش عدوك الحقيقي. الملل هو الامتحان اللي بيفصل بين الناس اللي بتحلم وبين الناس اللي فعلا بتوصل. كل الناس تقدر تبدأ، بس اللي بيكمل لما الحماس يموت هو اللي فعلا يستحق يوصل. الملل مش بيجي فجأة، بيبدأ بنقطة صغيرة. لما تأجل حاجة كنت ناوي تعملها النهاردة، تقول ما هو مفيش حاجة هتتغير لو عملتها بكرة، وتيجي بكرة وتقول نفس الجملة، وفجأة تلاقي نفسك وقفت مكانك. مش لأنك ضعيف، بس لأنك مليت. بس تعال أقولك حاجة صريحة جدا: كل الناس اللي وصلت لحلمها عدوا بنفس النقطة دي. كلهم ملوا، كلهم تعبوا، كلهم فكروا يسيبوا، بس الفرق إنهم ما استسلموش للملل. الملل يا صاحبي مش علامة إنك فاشل، الملل علامة إنك قربت توصل. لأن المرحلة دي بتيجي بعد المجهود الطويل، بعد السعي المتكرر اللي ملوش نتيجة فورية. الملل بيجي عشان يشوف هل فعلا كنت بتسعى لهدفك عشان تحبه، ولا كنت بس بتسعى عشان الناس تشوفك ناجح. اللي نيته حقيقية بيكمل حتى وهو مش حاسس بحاجة، بيكمل حتى لما كل حاجة جواه بتقوله يقف. اللي بيذاكر وهو زهقان، اللي بيتمرن وهو مش شايف نتيجة، اللي بيحاول تاني بعد الفشل، هو ده اللي فعلا بيتغير. بص على أي قصة نجاح كبيرة، هتلاقي في نص القصة مرحلة ملل قاتلة، مرحلة فقدان الأمل، مرحلة الروتين الممل، مرحلة إنك تبص للسقف وتقول أنا تعبت. بس بعدها على طول بيجي الاختراق. زي النار لما تولع، أولها دخان خانق وحرارة مؤلمة، بس بعدها بتطلع شرارة النور. الملل هو الدخان اللي بيجي قبل نور النجاح. يا صاحبي، انت دلوقتي مش فاشل، انت في مرحلة اختبار. ربنا دايما بيحطك في لحظات ملل عشان يشوف هل هتفضل ثابت ولا هتسيب. لأن اللي يكمل في الملل هو اللي يستحق النعمة. تخيل لو كل مرة زهقت فيها كنت بتكمل بدل ما توقف، كنت دلوقتي فين؟ كنت وصلت في دراستك، كنت خلصت مشروعك، كنت بنيت جسمك، كنت بدأت القناة اللي نفسك فيها. كل مرة قلت مفيش فايدة كانت ممكن تكون هي المرة اللي كان هيحصل فيها التغيير. بس محدش بيشوف ده. الملل غدار، بيخدعك، يخليك تحس إنك بتضيع وقتك، بس في الحقيقة أنت بتبني نفسك. في كل دقيقة ملل في صبر بيتكون، وفي كل لحظة زهق في روح بتقوى. الناس بتدور على الحماس، بس الحماس دايما مؤقت. اللي بيخليك تكمل مش الحماس، اللي بيخليك تكمل هو الانضباط. اللي يشتغل حتى لما نفسه مش عايزة، اللي يذاكر وهو زهقان، اللي يروح تمرينه وهو مش فايق، اللي يعمل المحتوى وهو مش شايف مشاهدات، هو ده اللي ربنا بيرفعه. النجاح مش للي يبدأوا بقوة، النجاح للي يكملوا بهدوء. ولما تحس بالملل، افهم إنك دلوقتي في أهم لحظة في رحلتك. الملل مش بيجي إلا للناس اللي ماشيين على الطريق الصح. اللي مش بيعملوا حاجة عمرهم ما بيحسوا بالملل، بس اللي بيحاولوا يغيروا نفسهم الملل بيزورهم كل يوم عشان يختبرهم. قوم، قوم دلوقتي حتى لو مش عندك طاقة. اعمل أي حاجة بسيطة، خطوة صغيرة، كلمة، تمرين، صفحة. النتيجة مش هتيجي بسرعة، بس كل مرة تقاوم فيها الملل انت بتقرب خطوة. الملل مش هيختفي، بس انت اللي هتبقى أقوى منه. هتيجي أيام تزهق تاني وهتجيلك نفس الفكرة: أنا ليه بعمل كده؟ وساعتها تفتكر الكلام ده وتقول لنفسك: أنا مش بعمل كده عشان حماس، أنا بعمل كده عشان حلم. الملل يا صاحبي هو البوابة اللي محدش بيعدي منها إلا اللي عندهم إصرار. اللي بيقف قدامها يفضل مكانه طول عمره، لكن اللي بيعديها حياته بتتغير. فلو دلوقتي سامعني وبتحس إنك زهقان من كل حاجة، افتكر إنك مش لوحدك. كل ناجح عدى من هنا، كل إنسان قوي كان ضعيف في يوم، كل واحد ناجح كان في يوم قاعد مكانك حاسس إن الوقت بيضيع وإن مش شايف نتيجة، بس قرر يكمل. خدها قاعدة مني: الملل مش علامة فشل،
الملل هو علامة صعود. كل مرة تحس بيه ابتسم وقول لنفسك واضح إني ماشي صح. ولو وصلت لآخر الكلام ده فده دليل إنك عندك صبر أكتر من 90% من الناس. فما توقفش دلوقتي، كمل واكتب في الكومنت هكمل رغم الزهق. ولو الكلام فعلا لمس قلبك دوس لايك واشتراك، مش عشان القناة، عشان تثبت لنفسك إنك قررت المرة دي تكمل.